السلام عليكم ورحمة الله، واللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم اليوم مع قناة لاكي. اليوم إن شاء الله أخواتي أمهاتي وحتى خوتي فكرت لكم في وجبة تاع فطور والعشاء خفيفة ظريفة غير في المقلة وتوجد لكم في 10 دقائق. سورتو رانا مع أيام الامتحانات نبغوا غير حاجة خفيفة تغدي ولادنا وتاني ما تشدناش في الوقت باش نروحوا نراجعوا لهم. على بركة الله اليوم جبت لكم هذه الوصفة بزاف بنينة يبغيها الصغير والكبير، غير تبعوني في المقادير، ما تبخلوش عليا بالجام تاعكم. الجام تاعكم يهمني بزاف خواتاتي، ديروا لي جام خواتاتي وخلوهم لي وخلوا لي تعليقات اسفل الفيديو. بارك الله فيكم. نجو هنايا نجيبوا مقله نحطوا فيها شويه تاع الزيت، نحطوا فيها البصل. انا هنا شوفوا خواتاتي الامانه هذه درتها معكم في روتين سابق، بصح انا كي عاودتها لولادي ما بغيتش نصورها باسكو كانت مصوره عندي في يعني في الجهاز. هنايا خواتاتي درت حبه بصل كبيره، قطعوها ولا رابوها، دبلوها في هذاك الزيت حتى اللي تتكرمل. من بعد غادي تجيبوا حبه طوماط ثاني كبيره، غادي ترابوها وتحطوها فوق هذيك البصله باش نخدموا هنايا واحد لاصوص. هنا نخلطوا البصل كي يتكرمل لنا، خلوه حتى يتكرمل باش يعطيكم ديك الحلاوه. غادي تزيدوا فوقها هذيك الطوماطيس. وخواتاتي وامهاتي راكم تشوفوا راني حاطط لكم تحت الصفحه تاعي في الانستغرام، تدخلوا عندي ديروا متابعه في الانستغرام. اللي تبغي تهضر معايا تسقسيني على حاجه في البريفي تما تلقوني متواجده، يعني الرسائل تاعكم نقراها لا محاله باذن الله تعالى. تطبيقاتكم تنرسلوهم لي تما، وكاش اسئله كما قلت لكم ولا راكم حاجه باغينها ولا تكونوا حاجه باغينها هكا فيت في، راني نفيد خواتاتي بها في الانستغرام. هنا شوفوا بعد اللي درت هذيك الطوماطيس طابت لي غايه وبلعوا عليها المقله باش ما تنشف لكمش. ديروا رشه مليحه تاع معدنوس، كونتيتي مليحه تاع معدنوس، خلطوها تاني وتروحوا تجيبوا البيض هنا كيما بغيتوا. تشوفوا بغيتوا تكثروا كميه كثروا البيض، بغيتوا تقلوا قلوا. انا درت هنا 8 حبات تاع البيض باسكو غادي ناكلها انا وولادي، وقلت لكم راهم في هنا يعني درناها هكا فطور خفيف. وتاني قلت لكم هاد الايامات كره الامتحانات كلشي ما رانيش ندير حاجه كبيره ولا حاجه غير في الكيكوطه، حاجه في المقله. المهم هنا باش نراجع لهم مليح، والله المستعان وربي ينجح كاع وليداتنا. حطيت هذوك 8 حبات تاع البيض، زدت فوقهم هنايا رشه تاع الكمون. تبغي الكمون هاد الاكله سموها المخ الكذاب، ودوك نقول لكم علاش سموها المخ الكذاب. هنا ديروا لها الملح على حسب الرغبه، ديروا لها الحرور اللي هو الفلفل الكحل، وديروا لها ثاني الكمون، عطوها الكمون وتبلعوا عليها المقله باش ما تنشف لكمش. ناكد لكم على هذه النقطه. هنا غير يشد هذاك البيض روحه غير شويه، راكم تشوفوا مازال ما يطيب. تجيبوا هنايا الكميه تاع الطون ثاني كيما بغيتوا، بويسك غادي نديروا فطور ولا عشاء اللي قلنا نديروا الكونتيتي زعما شويه. بغيتي ديري علبه ولا ديري زوج، لكن الطون بالطماطم، ديري الطونه بالطماطم، ما ديريش هذيك تاع الزيت باش ما تجيكش تقهم. هنا تحطوا كيما هكا من فوق الطون فوق هذاك البيض اللي قلت لكم مازال ما ينشف. كنت نشف غادي ما تخرجكمش طعم الشباب. هنايا نحط كاع الكميه كما شفتوا، درت 2 علب تاع طون وكل وحده ومقدورها واش تبغي. اللي تبغي دير فيه الهريسه ديروا الهريسه كي تاكلوه نتوما الكبار يجي بزاف شباب، ديروا سلسفين دا تاني تجي بزاف شابه. المهم هنا غادي حتى في هذه المرحله نبدا نخلط هذيك البصل الطوماطيس البيض والطون معدنوس كل شيء نخلطوه حتى ديك لي زيبيس. راكم تشوفوا مازال ما تنشف. هنا نخلط مليح مليح. وشوفوا لي شوفوا لي هنا اون ديغي راكم طيبوا في المخ. شفتوا المخ تاع الكبش كي نطيبوه هنا يعني الصوره تاعها راهي كيف كيف عليها يقولوا لها المخ الكذاب. هذه يعني اكله خفيفه، تبغوا تزيدوا معاها لي فخي تزيدوا، حاجه رائعه جدا. جربوها خواتاتي، على بالي كاين بزاف ناس ما شافتهاش في الروتين اللي درتها لكم صافي 2 سيمين ولا اكثر. ان شاء الله يا ربي تكون فتكم. غادي نخليها هنا شوفوا خلطها مليح مليح، كي تقعدوا تحركوا ماشي تخلطوا حتى يولي لكم سائل، غير بالمغرف تاع اللوح دو جيبوا باش تنشف لكم. تبلعوا عليها المقله تخلوها حتى تنشف غير شويه، غير تشد روحها. هنا غادي تروحوا تجيبوا الاجبان اللي عندكم. هنا الفرماج اللي بغيتوا ديروه لها. انا كما تعرفوا دائما نشارككم باللي نخدم بهذاك الجبن تاع البيتزا داك الصغير تاع 9005 شباب يتعلق يعطي لك بنته شابه. ودرت ثاني النص فيه الموتزاريلا، لا خاطرش عندي بنتي ما تاكلش موتزاريلا، تاكل غير الجبن الاخر. هنا سما قسمت الكونتيتي هكا باش الحق اللي يطيح فيها ما يطيحش فيه الموتزاريلا. حطيت هكا كونتيتي تاع جبن. وهنايا لكم الاختيار كما قلت لكم. تعاودوا هنايا تغطوا المقله تاعكم وتخلوا داك الجبن يذوب وكل شيء راه طايب. ودوك نشوفوا النتيجه تاعها كما شفتوها في بدايه الفيديو. زيدوا لها فقط رشه تاع المعدنوس. وحاجه واحده اخرى قلت لكم تبغوا ديروا لها لي فخيت ديروهم وطبسي سلطه وانتم فطرتوا ولا تعشيتوا.
ان شاء الله الوصفه تاع اليوم شاهدكم تنوضوا تجربوها. اللي تبغي ترسل لي عفوا التطبيق تاعها، ها هو هنا الانستغرام، ترسل لي التطبيق تاعها. ونفرح بزاف بكم خواتاتي كي تسقسوني ولا كي هكا نهضر معاكم، ولا باسكو دائما نقول لكم نتوما راكم عائلتي الزوجه، ونقول لكم شاهدكم في الجنه يا رب العالمين. ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم، لي جيم تاعكم نسحقهم بزاف. نقول لكم استودعكم الرحمن والسلام عليكم.